انا من سنه حكيت انفصال ورجوع انفصال ورجوع، الموضوع شيرين صار يعمل لي توتر. انا حكيت هذا الموضوع كثير، سامحيني. هلا في كثير عندك. انا بالنسبه لي اسماء جلال الفتره المقبله حتكون محل انظار جدا جدا جدا، يعني حتكون الاضواء عليها كثير. او الشغل محمد سامي هو اللي خلى محمد رمضان يظهر. حتى لو محمد رمضان الفتره الجايه حيعمل شيء بتمنى انه ينجح بدون محمد سامي. متوقع لكثير اشخاص انه ممكن شهر 1 2025 تكون فيها راحه اقتصاديه حلوه. هلا في كثير عندك. انا بالنسبه لي اسماء جلال الفتره المقبله حتكون محل انظار جدا جدا جدا، يعني حتكون الاضواء عليها كثير. حتى عندك وجوه جديده حتطلع كثير. مين؟ وجوه جديده فيها حتطلع فتره، ولكن اسماء حصريا جلال حتكون محل انظار الفتره المقبله، عندها انتقالات فنيه قويه. نعم. الفترة اللي فاتت قلت ان شيرين عبد الوهاب هتنفصل وهترجع تاني، وده حصل. دلوقتي شيرين اعلنت وقلت ان هي هتقف عن هتعتزل الغناء، اعلنت ان في اغنية. انا من سنه حكيت انفصال ورجوع انفصال ورجوع، الموضوع شيرين صار يعمل لي توتر. انا حكيت هذا الموضوع كثير، سامحيني. تمام. شيرين انا حكيت حتى لو هلا، انا حكيت من يومين ممكن تعمل اغنيه، ممكن هلا نزلت هذا الموضوع. حتى لو شيرين طلعت على المسرح حترجع نفس المطب. يعني هي فتره نحن متعودين على شيرين تطلع من حالتها فتره بترجع تفوت بنفس الوعكه الصحيه. بتمنى ان تطلع هالمره ما ترجع، بس انا بالنسبه لي ما حتكمل والله. واضح ان هي هترجع لحسن. حترجع، يعني هذا الموضوع ما حينتهي، يعني ما حتكمل فن شيرين، هي تجي فتره وتختفي، بس اخر شيء حتوقف فن يعني خلاص. انا بحبها كثير، لا تنسيها. احنا بنحب كلنا. اكيد. الفنانه نيللي كريم توقعت لها ان هي هتنفصل. نعم. سمعنا ان في برضه ناس ثانيه هتنفصل. هلا بالاصل الشهور الجايه شهور الانفصالات. حتى بالاصل في عندك مخرج مصري وزوجته ممثله محل انظار الفتره المقبله، وبحبهم كثير وبتمنى انه الفتره المقبله يلعبوها صح. مخرج والامراه ممثله، ما حجيب اسماء مشان هيك الحريه الشخصيه. نعم. اكيد الشارع المصري بيفهم بيعرف اكيد. نعم. توقعت بنجاح قلت نجاح محمد رمضان مربوط بمحمد سامي. هلا انا بالنسبه لي لما انا حكيت هيك، انا شفت افلام او شغل محمد سامي هو اللي خلى محمد رمضان يظهر. حتى لو محمد رمضان الفتره الجايه حيعمل شيء بتمنى انه ينجح بدون محمد سامي. حيعمل في رمضان، بس انا بتمنى ما حيكون محمد رمضان. تتوقع ايه لغزه؟ هلا زعلانين على غزه. وانا زعلان عليها كثير والله. دائما انا بحكي انه الحرب بعد ما انتهت والله، لانه هي في عندها وقت لحتى بس يخلص هذا الوقت حتنتهي الحرب، بس بعد ما حيكون في دمار وحيكون في هجره كثير. مصر بقى، طمنا على مصر. هلا استلكل مصر. هلا موضوع مصر بتعرفي كل سنه في عندها هذا المطب، بس انا بتمنى يعني وعندي نحاسه قويه ومتوقع لكثير اشخاص انه ممكن شهر 1 2025 تكون فيها راحه اقتصاديه حلوه. ركزي معي، 25 شهر 1 حصريا. السنه دي مش لطيفه. لا مش موضوع لطيفه، حتمشي سنه خلصت، لان احنا بعد شهرين 3 حنخلص منها، ولكن 25 حتكون سنه خير عليها. عمرو دياب اليومين دول عامل ازمات. هلا شوفي موضوع عمرو دياب. لا هلا موضوع عمرو دياب حاله خاصه دائما بحكي لك، ولكن عمرو دياب عنده وعكات صحيه كثير فتره مقبله وحتكون متعرض لمشاكل بهي اللحظه. خلي يكون هذا. هي مشاكل ثانيه. نعم خلي يكون هذا. ودير باله على صحته لانه عنده مطب صحي قوي الفتره المقبله. محمد حماقي عمل اغنيه نزلت شويه منه. انا بالاصل ما بعرف والله. ما بعرف لا. سامحيني والله. لا بس انا بالاصل ما بعرف ولا شخص يعني. عايزين نعرف الفترة الجاية هل في فيروس زي كورونا هيحصل؟ هلا شوفي 2025 لازم تعدي اول 6 شهور على خير وسلامه. حيكون في مطبات كثير فيروسات او ممكن زلازل. ورزق ما بتوقع، انا بقرا فنجان، ولكن انا كل دوله بحكي مع حدا صاحبي سلطه بتوقع من الفتره المقبله هيحصل ازمه كبيره. نعم. الدول العربيه بس. الدول العربيه. هلا حتصير بدول اجنبيه ولكن ما حتتاثر بالدول العربيه. لان كله بيجينا. نعم لانه كله بيجينا هون. توقعاتك بقى لنجوم الدراما الكوميديه، وهل في صلح قايم بين الهام وهيا الشعيبي بعد استنجاد تركي الشيخ؟ اكيد في صلح. في الصلح والامور حترجع، هي بالاصل فتره وحتعدي يعني. فتره وحتعدي وقريبا حتشوفي الامور رجعت يعني ما. نعم. توقعاتك لنجوم الدراما السوريه اللي احنا بنحبهم وهنشوفهم في موسم الرياض؟ انا دائما توقعت الفنان سامي المصري، توقعت انه حيكون في عنده مسرحيه، ممكن عمل مسرحيه، واكيد في عنده ظهور قوي الفتره المقبله، مسرحيات سوريه كثير
اعمال سوريه مصريه الفتره المقبله حتكون محل انظار. ركزي على هالموضوع، سوري مصري. لكن في اقليه ايام زمان كان في، بس حاليا حيكون في جيل جديد. نحن بنحبكم والله. توقعات بقى الفن العراقي، العراق دايما بيحبوك جدا. هلا موضوع الفن العراقي، العراق ممكن فن، بس هم على طول بس ممكن كموضوع غير بتلاقي عندنا حالات غير مستمعين، لكن العراق ما فيه فن. العراق بالنسبه لي ما فيه فن، لسه ما شفت فن العراقي. مين في لبنان هيكسر الدنيا الفتره الجايه؟ في الغيب الشامي، وليسا ونانسي هدول خلاص. عندك الشامي، انا توقعت كثير نقول الشامي، ولكن الشامي يعني بسنه 2025 ركزي معي، الشامي حيخلي كثير فنانين يقعدوا بالبيت. ركزي معي هالموضوع، هو صديقي ودائما نتحاكى وكثير انا بحبني وبحبه. سنه 2025 الشامي حيخلي كثير فنانين صف اول يقعدوا بالبيت، ما حيشتغلوا اذا لعبها صح طبعا هون، لانه حاليا انظار عليهم هو يصفها يشتغل صح، ولكن انت ما بتعرف يسوي شيء تغيرات بحياته، ولكن 25 حيخلي كثير ناس يقعدوا بالبيت. اخر سؤال بقى شخصي، بتحب ايه في مصر؟ بتحب اكل ايه في مصر؟ بحب اكل ايه في مصر؟ بدك الصراحه انا انسان عنصري موضوع الاكل، يعني اذا مش اكل سوري ما فيني اكل انا. يعني مش موضوع عنصريه، ولكن انا في بعض الدول بسافر عليها مشان الاكل يعني. انا بحب اكل السوري ولبناني كثير، ولكن اصلا كمان ولكن بقيل عليه على المعدن، عندي مشكله بالمعدن. احنا اكلنا صعب. اي صعب كثير، بدنا معدن يعني. تشرفت بيكم. وانا تشرفت فيكم، وبتشكر القناه، وبتشكر استاذ احمد ونانا بارتي وبلدكم. جدا. شكرا كثير لكم.